عسلامة جوهر السعيدي. اليوم على هامش مهرجان رادس، مهرجان الياسمين برادس. لقيناك اليوم حفلتها، شعلت هكا المسرح باغاني جربيه اصيله، غنيت برشا من موروث جربه وكل. خلينا نحكيو في البدايه على المحفل الجربي. قلت سيادتك في الكواليس اللي انت المؤسس، احكي لنا هكا بريفمون فيسع فيسع شنو هو المحفل الجربي، شنو هي علاقتك بيه وكيفاش تسمى على جوهر؟ هو مش انا المؤسس بتاع المحفل الجربي، المحفل الجربي هو تاسس في جربه يعني المحفل موجود في جربه الاكثر محفل، يعني المحفل الشهير هو تشهر في جزيره جربه، وتشهر برشا فنانين سبقونا. كما نوجه تحيه برشا فنانين هم رواد المحفل، اللي كما الفنان الكبير حبيب الجبالي وبرشا فنانين يعني في جربه سبقونا. كان نوجه تحيه برشا فنانين يعني هم اللي سبقونا في المحفل وموجود في جزيره جربه. في الافراح كانت في الافراح شنو هو الكونسيبت هذا؟ ولا كونسيبت ولا عرض قايم ذات، انتم حضرتوا نصوروا خذيتوا فكره عليه. عرض المحفل الجربي بدا مع خوكم فنان جوهر، انطلق في العديد من المهرجانات، من المهرجانات الدوليه نذكر منها نابل، والعديد من المهرجانات اللي هو عرض حصري عملته انا معناها سجلته في حقوق التاليف. بيان سور ما تنجمش تعمل عرض زي توضيح اخر مانيش نملك فاتوره اخر، ما تنجمش تشتغل عرض في مهرجانات دوليه ولا مهرجانات تونسيه ما يكونش مسجل وحامي روحك. هذا هو فقط توضيح للناس. كي تشوفوا مهرجانات اخرين موجود المحفل الجربي بفرق اخرى، شنو معناه؟ والله شنو معناتها باهي بالنسبه باش نمشيو كحاجه تراثيه، ما نجموش نمشيو ديريكت في المنع، على خاطر التراث هو ملك الناس الكل، ينجموا يشتغلوا لكن وضحوا ما تحطونيش لافيش نتاعنا، ما تبيعوش على اساس الفنان جوهر هو يعني اللي موجود في العرض هذاك، خاطر نشوفوا فما عروض اشتغلوا بالافيش نتاعنا يقول لك ما عندكش الحق انت تسمي المحفل عليك انت، لكن عندهم الحق يبيعوا بالافيش نتاعك وعندهم الحق يعملوا سولد اوت باسمك انت. هذا هو اللي نعيب عليهم فقط. مادامكم نزلتوا معناها للساحه ومادامكم موجودين في الميدان الفني اللي الحمد لله معناها اللون الجربي توا والموسيقى الجربيه الحمد لله ولات معانا تراند، دونك مادامكم ركبتوا على التراند كونوا قد المسؤوليه، اعملوا تحضيرات باهيه، جيبوا فرقه مبرفه وحاضره وتكون موجوده على مسرح، تنجم تكون تاثر سهره عائليه بامتياز، خاطر هذايا راه ماهوش في اي بلاصه، راهو مسارح نحترموا الجمهور ونقدموا حاجه تراث مسؤوليه بالضبط. ماهوش راهو كيما مثلا فنان يغني معناها في قهوه ولا يغني في اي بلاصه باش يجي يقول انا عندي الحق زاد نطلع ونغني خاطر تراث، معناها مش انت تتعب وتعمل معناها عرض كامل متكامل فيه برشا ريسيرش، كيما انسان يجي ينسبها يحطها في افيش ويحط لك الافيش نتاعك انت ويسوق لها معناها. شنو سبيسيال في المحفل الجربي باي جوهر؟ سبيسيال وجودي انا في المحفل الجربي اللي عندي انتاجيتي الخاصه. الالات مثلا فماش شي حاجه جديده، فماش ديكور هكا؟ بيان سور ديكور، لوحات راقصه، حبينا نحكيو التصويره هذيك نتاع المحفل في جده، نحاولوا نقربوها باللي نقدروا وميم طون نعطيوها هكا روح جديده اللي هي فما الات غربيه موجوده معنا باش نجم جينيراسيون جديده زاده تقبل الفولكلور تعرف فما ساعات جينيراسيون جديده يسمعوا الوان اخرى يقول لك انا ما نجمش نسمع طبله بركه ولا نسمع زوكره بركه، دونك احنا كي نحط لهم الجيتار باس، نحط لهم الكلافيي، نحط لهم باتري، موسيقى تجبد تولي لهنا ما عملنا خلطه باهيه وتوليفه باهيه بين الالات الغربيه والالات الفولكلوريه وتكون حاجه مزيانه. تصور جوهر تعرف اكيد جدا، جوهر تعرفت باغاني اللي هما جي على بالي عندك نظره، برشا تسخيني نحبك، جن جنوني، جيبك شوقي، العديد. خلافا للمحفل، هل انت تاثر يعني سهرات او في حفلات اللي تقوم بها تعمل مثلا اغانيك والا جوست مثلا اعمالك انت، والا ديما المحفل الجربي مربوط باسم جوهر؟ هو مش ديما المحفل الجربي مربوط بجوهر، خاطر جوهر سبق لي السنين اللي فاتوا واشتغلت برشا مهرجانات والحمد لله زاد كيف معناها عملنا مهرجانات كبيره وناجحه وكانت يعني جماهير فول، يعني كانت بالمحفل لا مش بالمحفل كجوهر فنان، يعني عندي سنين انا نشتغل ونعمل مهرجانات والحمد لله المهرجانات الكل كانوا ناجحين، مشات الناس الكل معناها تنجم تدخل حتى على صفحاتي تتفرج في المهرجانات قداش معناها الحضور. ليه نحكي توا معناتها انت قاعد تاثر في حفلات باغاني؟ المحفل الجربي هو جزء من جوهر، ماهوش مربوط بجوهر، معناها جوهر هو فنان في الاخير عنده انتاجات وعنده معناها الكارير نتاعو، المحفل الجربي نقطة من مراحل. على ذكر انتاجات، شنو هي انتاجاتك الجديدة؟ فماش عمل قاعد تطبخك على الراديو؟ ان شاء الله يا ربي، عندنا اغنية في ستايل جاي على بالي اللي يحبوني به الببليك، ان شاء الله كلهم استنوها برشا باش تكون مفاجأة، تكون حاجة تونسية عربية بكلمة تونسية وبلحن تونسي كما تعودتوا من. فما ديو ولا؟ ان شاء الله يا ربي، كان فما باش يكون ديو مع نجم عربي وتاخر شويه ان شاء الله، علاش لكن مازال موجود، مازال قايم العرض، مازال قايم بيان سور، جوست تاخر
شويه. باهي برشا. كلمه راديو اوازيس والجنوب، واش عندك عروض في الجنوب؟ انا قلت لي راديو اوازيس وجدت تحيه كبيره برشا، ونوجه تحيه لجيمس البيه والجميع من اخواتنا وعائلاتنا واهالينا في جيمس العزيزه، ونحبوكم برشا ونوجه لكم تحيه خاصه، ونقول لكم استنونا في جديد، وان شاء الله يا رب يكون عندنا عرض على قريب موجود في جيمس. في الجنوب وشنو مازال عندكم؟ في الجنوب الحقيقه تو حاليا ما زلنا ما نزلناش، خاطر تلقاو معناها من اداره اعمالي السيد هادي جداسي، الا تلقاو زاد كيف اداره اعمالي السيد امين عليله، هذوما هما معناها نسمع صفحاتنا الرسميه، تلقاو محفل الجربي بالجوهر، والا صفحتي انا الخاصه جوهر، والا صفحه يعني جوهر السعيدي موجوده على انستغرام ولا على تيك توك. مشكور جدا، يعطيك الصحه على كل التوضيحات. شكرا. سر الازرق سرقيني